عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. عواشركم مبروكه باش ما كتمناو ان شاء الله. كما شفتوا معايا في البدايه ديال الفيديو وجدت الفطور، وجدت هذا الشفار. حنا تنقول لهم الشفار، كل واحد ما عرفتوش زعما كل مدينه شنو كتسمي هذا الخبز بالبيض والحليب. انا تندير فيه البيض والحليب وشويه ديال سنيده وتنقليهم شويه في الزيت. صراحه هما ماشي صحيين بزاف، ولكن المهم مره الا خسرنا شويه خسرنا النمط ديال التغذيه ديالنا ماشي مشكل. مره صراحه بقى لي الكومير من البارح ما عنده علاش يضيع. بقيت كنفكر اش غادي ندير، قلت ارا نديرهم شفار هكا الصباح نفطروا بهم انا والزوج ديالي. المهم البنات الروتين ديال هذا النهار غيكون غير في الكوزينه ان شاء الله، حيت الكوزينه تكرفصات عندي بزاف هاد الايام هذه اللي كانوا عندي فيها الضياف، بمعنى الحيوط كلهم مسخين، الفرة، اللاهوت، الثلاجه، البوطه، البلاكارات من التحت، كل شيء مقلق، كل شيء موسخ. بمعنى ان شاء الله تشاركوا معايا الروتين ديال التنظيف ديال الكوزينه. كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم ان شاء الله، ونتلاقاو من بعد الفطور. ودابا البنات من بعد ما فطرت وصافي وساليت الفطور، دزت مباشره نغسل دوك المعينات ديال الفطور، نحيدهم هما الاولين، نحيدهم باش عاد نبدا التخمه اللي قلت لكم، عاد نبدا حكا الكوزينه، عاد نبدا نجبد داك المهم ندور شويه على الكوزينه واحد شويه كما قلت لكم من قبل. كما شفتوا دابا كنغسل دوك المعينات، درت لهم غير شويه ديال التيد وشويه ديال الليكيد وشويه ديال جافيل. انا حنايا نسيت الزرعه، عاد تفكرت بلي خاصني نديرها لحق الجافيل، نخاف نمشي نقيس حوايجي ولا شي حاجه. المهم نغسل دوك المعينات، غادي نديرهم في الشبكه، نغسل دوك البلاطويات حتى هما اكثريه دوك البلاطويات البيض من اللور كما كتعرفوا دغيا تيكحالوا من اللور، مره تيخصهم شويه ديال جافيل. وصراحه انا ما تنحملش دوك البلاطويات هكا كحلين من اللور. الاغلبيه دوك البلاطويات البيض مثلا الملولين ما تيبانش فيهم، مازال ملي تيكون البلاطو بيض كيبان فيه دغيا كيكحل من دوك الجناب من اللور، بمعنى خاصهم ضروري مره يدوزوا في جافيل. صافي البنات غنشيل دوك المعينات، ومني غادي نسالي دوك المعينات غندوز مباشره نخوي الكوزينه ونبدا الحكان ديال الكوزينه ان شاء الله. ودابا البنات غادي ندوز نخوي داكشي اللي فوق البوطاجي كاع كامل، وكما كتشوفوا البنات خويت داك البوطاجي كاع كامل من داكشي اللي عندي فوق منه باش كتجيني الطريقه ديال التخمال سهله. وداك داك الزليج كما قلت لكم من قبل راه كان كله طبايع. مني صايبت المايو، مني كنخدمها كالمايونيز ولا طحين ولا شي حاجه كله كنطبع عليا، وكان داكشي لصقني التعليكه ديال الغدايد الصراحه عاتيك غير كنشوفو كيضرني قلبي، وكنقول خليت حتى نبقى بوحدي، حيت ما يصلحش ملي تيكونوا الضياف، ما كيصلح الكماد ديالي الصراحه. صافي كتبقى غير تغسل الماعن وتردهم بلاصتهم، تغسل وترد بلاصتهم، ما كيصلح لك لا تخمال لا حكا لا والو. المهم دزت نيشان البلاكارات كنمسحهم من الغبره ومن داكشي اللي كان كينقط عليهم، كندوز عليهم من الفوق ومن التحت كاملين، كندور بهم كاع كاملين. ودابا من بعد ما حكيت داك الزليج كما شفتوا صافي درت واحد الطرف داك الجفايف اللي كتعرفوا البنات، داك الصفر والموف اللي فيهم الوانات صراحه تينشفوا مزيان، ما كيخليوش داك الدواور في ديال ما كيخليوش الزليج مطبع. انا كيعجبني ننظف بهم الزليج، كنخلي واحد الطرف ولا جوج دائما نقيين، كنخليهم هكا غير الزليج كنمسح بهم صراحه تيمسحوا تيخليوه حتى يلمع مني كينشف، ما تيبقاش كله هكاك فيه دوك الدواور ولا مطبع بالشراطي. صافي زوين صراحه، زوين في التنظيف بزاف، غير استعملوها البنات. وكما كتشوفوا البنات داك البرودوي اللي بغيت نقول لكم عليه دابا يبان لكم مزيان. هذاك البرودوي شريته غير ب5 دراهم من عند هذاك المحل اللي كيبيع كلشي ب5 دراهم. دابا ان شاء الله نديكم معايا في جوله عنده ان شاء الله في المحل، صراحه داير غير 5 دراهم والله الا زعما منظف من داكشي الرفيع. كيحيد كاع داك التعلاك ديال البوطه ولا ديال الزليج. انا سبق لي وريتكم واحد البرودوي واحد اخر، هذاك حتى هو كنستعملو، ولكن هذا حتى هو زوين صراحه رخيص، راه تقريبا دابا شهر هو عندي كنستعملو البوطه، كنستعملو الزليج، البلاكارات الا كانت هكا شي طبعه ديال الحليب قاصتهم ولا ديال المهم راك عارفين ملي كنكونوا كنخدموا في الكوزينه راه كتبقى تزل عندنا الحاجه ما تنردوش البال. المهم البنات استعملوه راه زوين، راه تيحيد الطبايع تيحيد كلشي،
وبالنسبه للسبرديلات البويض ولا هذا حتى هو كنستعملوا ليهم، كنرش غير هكا 2 رشات ولا 3 دغيا تيحيد ليا ديك الطبعه. وانتم غتشوفوا البنات غادي الكوزينه كامله والزليج كامل غنخدم غير به وغنيطوي غير به. حتى هادو اللي قلت لكم البنات ديال البوطه حتى هو كنرشهم مزيان وكنخليهم يرقدوا واحد 10 دقائق ولا قل. ملي تنجي ندوز عليهم الحلفه ولا هذا كيهبط داك ليدام كاع كامل منهم، كيبقاو عتير طبين وخفافين وما تيشدوش داك التعلق، حيت ملي كتميكي عليهم راه تيتعلكوا كيوليو حتى ثقالين في الهزه ديال اليد ديالهم، كيوليو كل داك الطبقه غليظه كتولي فيهم بحال الشكل ديال المقله الثقيله. وكما كتشوفوا البنات دزت مباشره عاوتاني للثلاجه. صراحه غادي نضف الثلاجه غير من الفوق ومن التحت ومن الجناب لداخل، ما غنقيسوش حتى نشري ليها ان شاء الله منظمات ديالها لداخل، وغنشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديال التنظيم ديال الثلاجه ان شاء الله باذن الله. كما شفتوا معايا راه نفس البرودوي حتى هو رشيته على الثلاجه، حتى هو زعما غادي نحك به الثلاجه. هو الصراحه راه ما فيهش شي رغوه اللي هي كثيره، ولكن فيه واحد الرغوه قليله ما كتوحليش في، ماشي بحال البرودوي الاول اللي وريتكم. هو صراحه فيه الرغوه بزاف، ملي كنرش به هكا الحيط ولا هذا كنبقى واحله في المسيح بزاف. هذا دغيا دغيا كيحيد الوسخ ودغيا كيتغسل. وما يا البنات ملي جريت مور الثلاجه كي لقيت داك الحيط مع الصراحه واحد المده هذه تقريبا شي شهرين ولا 3 شهور ما قصش داك الحيوط من الفوق، عرفتي لقيتهم كحلين مقلقين. انا كنغسل فيهم وانا كنعاير راسي تنقول يا الخوينزه يا المعفنه فين كنتي من شحال هادي. والمهم كما قلت لكم داك البرودوي راه ساهل كيسهل علينا الشغل بزاف. صافي مسحتو راه خرج الصراحه كلشي الطبيعي اللي كانوا فيه تحيدوا بسهوله، ما تعذبت الصراحه ما تمحنش. دغيا دغيا داك الخمله اللي كانت من اللور وداك مع الزليج الفوقاني بيض كيشد دغيا دغيا كيشد الوسخ. مسحت الثلاجه حتى هي من اللور ومن الجنب الاخر اللي كان ما كيبانش اللي كان لاصق مع الحيط. صافي تندوز كما قلت لكم داك الجفاف راه حتى هو كيسهل علينا الصراحه الشغل بزاف. كنمسح مزيان 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 داك الحيط وغادي نجفف مور الثلاجه وغنردها لبلاصتها. ومن بعد ما رديتها البنات الثلاجه لبلاصتها صافي ومسحت موراها دزت عاوتاني لداك الباب ديال البالكون. ايوا كون شفتوا داك الباب ديال البالكون كي كان الصراحه عيفه والله العظيم، مع اليدين حل سد حل سد حل سد. صافي المهم دزت. كان المهم انا تنقول لي كاين راه ما تنخبي حتى شي حاجه، داكشي اللي كاين راه هو اللي كاين، ما عندي علاش غادي نحشم ولا غادي نخبي. الصراحه راه ماشي انا بوحدي، راه كاع العيالات ملي كتميكي على واحد الحاجه واحد المده راه كيضاعف الوسخ ديالها وكتضاعف الثمره ديالها. من الاحسن انا صراحه كانت الشغل كيكون على تيساع، كنبقى كل مره ندير شويه. ايوا منين ولت غيتا لهنايا وليت نهار ديال التخمير خصني اللي يشدها، خاصني اللي يكون معايا ضروري شي حد في الدار، تيكون راجلي في الدار عاد نوض نحكني داك الحكان وداك الهريد ديال بصح وديال القلب. المهم هاد النهار بردت هويشي بعدا غير في الزليج وفي داك البوطه وفي داك الباب ديال البالكون. كما شفتوا معايا البالكون رانا وريتو لكم. عندي صراحه دايره فيه غير داك البلاكار ديال صراحه داك كوفوز كان ديال بيت النعاس قديم ما بقيتش كنستعملو مع بيت الناس عندي صغير، خرجته ودرت فيه الصبابط لتحت. صافي المهم انا قاضيه بغرض على ما ان شاء الله نشري بلاكار ديال الصبابط الى كتاب، نتمناو خير ان شاء الله من هنا لقدام. صافي نفس البرودوي كما شفتوا البنات راه به باش حكيت حتى الجاج ديال داك الباب. صافي غننظفو مزيان وغادي نمسحو وغتشوفوا معايا كي غادي يولي. وهنا البنات هذيك ديال المعالق كانت عندي الصراحه دايرها غير فوق الثلاجه، كنت مليت منها طلعت ليا في راسي، كنستعمل شريتها بالشهوه. صافي ملي كتبقى الحاجه كتشوفيها دائما 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 صراحه دغيا كتمليها ودغيا كطلع لك في الراس. وبقيت حطاها فوق الثلاجه صافي عمرها غبره. دابا راه درت لها غسلانيت مزيان بداك البرودوي راه خرجت مزيان. صافي وغنحطها دابا فوق البوطاجي عاوتاني تطلع ليا في راسي عاوتاني ونغبرها ما بقاش كاع نشوفها. على ما ان شاء الله نشريو ديكورات جداد ونبدلو شويه. صراحه ما كناش نبدلو دائما ولكن الغالب الله اللهم لك الحمد على. ودابا البنات صافي ساليت صراحه ساليت التخمال ديال الكوزينه كما كتشوفوا. مسحت ديك لاهوت مزيان، مسحت صراحه الفران حتى هو مسحته من الداخل ومن برا بداك البرودوي اللي وريتكم من قبل. مسحت حتى البلاكارات من التحت هما بداك البرودوي رشيت عليهم مع التحتالين تيكونوا صراحه بشده اليدين بزاف، واكثريه ملي تتكون يدينا فازقه هكا كنبقاو نشدوا البلاكار حتى هو كيتوسخوا. دوك اليديدات ديال الحليت حتى هما كيتعلكوا. رشيت عليهم داك البرودوي ومسحتهم دغيا تحيد منهم
دغيا تحيد منهم داك التعلاك اللي كان فيهم. هذا هو البالكو ديالي انا شاركته معكم. البالكو صغير صراحه كنشر فيه غير الا كانت شي حاجه اللي هي قليله. صافي خويت الكوزينه من داك الربل الثلاجه حتى هي حيدت من هذاك الشيء اللي كان من الفوق. كنبقاو الليل ما لقينا فين نديروها كنحطوها فوق الثلاجه. المهم البنات هانتوما شفتوا دابا الكوزينه كي ولات تنقات اللهم لك الحمد عاد ارتاحيت وحسيت براسي رانا نقيه. ومن بعد ما ساليتها البنات دزت مباشره نطوي داك التصبيل. المهم بقيت كنطوي التصبيل وتنلعب مع غيتا تنلاهيها شويه عليه على ما نساليه. المهم طويتو كاع كامل وتهنيت الصراحه البنات ملي كطوي التصبيل وكترديه لبلاصتو كتهني كترتاحي. واخا راه واحد اخر راه كيتسناني في السطح خصني نمشي نهبطو عاوتاني. ودابا البنات من بعد ما درت بالكوزينه واحد شويه كما شفتوا في البدايه ديال الفيديو. المهم حاولت ما امكن غير نقيها واحد شويه على داك عارفين كما قلت لكم الضياف والروينه كانت الحيط كانوا كلهم معلكين الثلاجه. المهم ما جبت الثلاجه من الداخل حيت كنت باغا نتقدى شحال من حاجه نجيبها باش نصايبتها هي من الداخل. والبلاكارات ديجا زعما نقيين صراحه من التحت. كنت غير كان اللي جبتها كنمسح ونرد برا اللي كان موسخ. المهم من بعد ما ساليت الروينه ديالي قلت نمشي للحمام نغسل عظيماتي ونكمل راسي واحد شويه. راه عرفتي شحال ما مشيت للحمام بغيت نشارك معكم الروتين ديال الحمام شنو تندي معايا للحمام وشنو تندير لشعري. كما قلت لكم من قبل انا عندي التساقط ديال الشعر بزاف. المهم غنشارك معكم واحد الوصفه ديال الشعر وديال اللحم ديال الداس ديالنا شنو تنديرو. كما كتشوفوا هنا درت شويه الصابون البلدي والحنات شعر كلشي تيديرو. كنضيف عليهم انا واحد شويه ديال القرنفل واحد شويه ديال القرنفل مدقوق. القرنفل الصراحه تيحيد السخانه اللي كتكون في الداس ديالنا حتى هي كتحيد بداك القرنفل وكيعطي واحد الريحه اللي هي زوينه. وغادي نخلطهم بشويه ديال الماء طايب. هو ملي تخلطيهم هنا في الدار حتى ما تديهم معاك الحمام عاد تخلطيهم كيتلقاو دوك العناصر اللي كاينين في هنايا كيندمج مع شيء وكيطلق داكشي مزيان. المهم غنخلطهم بواحد شويه ديال الماء سخون مزيان وغادي نخليهم نسد عليهم وغادي ندوزو للماسك ديال الشعر. ودابا البنات زدت للشعر. بغيت نقول لكم باللي انا عندي واحد الزيت دايرها ديال الشعر من شحال هادي وانا مرقداها. دايره فيها عين دايره فيها ازير والزعتر ودايره فيها الزريعه ديال الكيف. الا لقيتو زعما الصراحه اللي يجيبها لكم انا زعما كان جابها ليا راجلي واحد شويه واحد جوج معلقات. شديتها حمرتها شويه في فوق البوطه وطحنتها ودرتها في حمام مريم مع الزيت البلديه صافي. ودرتها في القرعه ورميت عليها واحد الحبيبات ديال الازير وحبيبات ديال الزعتر وخليتها هي هذه البنات. الزيت راه كتبقى حاتله لداخل لتحت داك التخت ديالها كيكون لتحت والزويته كتلون كترجع اللون ديالها مغلوق بزاف. صراحه البنات كنديرها دابا تقريبا دابا شي شهرين هذه باش كنستعملها. المهم بدات كتبان لي شويه النتيجه في شعري. كنديرها هي الاولى كنشقق بها شعري مزيان 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 حتى كنعمرو مزيان وتنخليها واحد شويه. عاد كندير هذا الماسك من الفوق باش هذه ما حيت ملي كندير انا الزيت تيدم ليا الشعر بزاف ما تيعجبنيش. واخا هي راه صراحه مفيده للشعر غير حيت انا الشعر ديالي دهني ولكن بالنسبه للبنات اللي الشعر ديالهم ناشف يديروها بوحدها راه مزيان. ملي كنسالي منها تندير واحد شويه ديال البنان واحد. انا درت دابا هنا غير الكميه اللي غادي نص بنانه درت انايا على قياس الشعر ديال اللي عندي. اللي عندها الشعر كثير دير بنانه كبيره ولا جوج تبارك الله كل وحده على قد الشعر اللي عندها. صافي تندير فيها واحد المعلقه ديال العسل الحر. كما قلت لكم انا تندير غير القياس ديالي انا اللي غنستعمل. نتوما ضاعفوا الكميه هنايا صافي. وكندير واحد شويه ديال الزيت البلديه غير نقيطه بحال هكايا صافي. وكنخلطهم البنات بحال هكايا كنخلطها مزيان وانا كنخلط وانا تنمعك مزيان صافي. ومني كنكون ديجا كنكون من قبل درت داك الزيت لشعري واحد تقريبا واحد نص ساعه د المكانه كنطلي هذا فوق داك الشيء وتندير شي بوني ديال البلاستيك. راه عرفتي البونيات ديال البلاستيك صافي. كندير الدره ديالي وكنمشي للحمام على ما تنحك وكنغسل داك الشيء عاد كنهبط شعري. صراحه راه النتيجه كتبان زوينه والشعر كيخرج رطب بحال دايره ليه بروشينغ.
المهم البنات هذه هي الزيت، هذه راه الزيت عرفتي راه مفيده بزاف للشعر، وكثر هي ديك الزريعه ديال الكيف راه راه المهم انا شوفوا اللي نجيبها لكم الصراحه راه زوينه والله العظيم، عرفتي كتقوي الشعر. انا راه بها باش كبرت لي ماما انا الشعر ديالي ملي كنت صغيره، وهي كديرها ليا دائما مع الزيت. ملي كتسالي داك كدهن ليا شعري بالزيت كتطلي ليا واحد الطليه ديال الحنه مزيانه بالعشوب. صراحه كان الشعر قوي تبارك الله وطويل. ايوا راه عرفتي دابا ملي كنزيد واحد شويه في السن راه ما شافاش زيد واحد شويه في السن. المهم ما بين وبين راه كتعطي المهم كيبقى الشعر. كندير شويه ديال العطريه وكندير فيه شويه ديال التحميره، غير شي شويه ديال التحميره دابا مع الطاجين. تيعجبني يجي داك اللون ديالو بحال احمر شي شويه بحال هكايا، غير تقريبا نص معلقه. صافي غادي ندير شويه ديال السكينجبير الخرقوم من الفوق. نزرب عليه وصافي. المهم كيف ما جا وصافي غادي يجي ان شاء الله زوين. شويه ديال البزار كما العاده، الضويمه ديال الزعفران ضروري ومؤكد، شويه ديال الملحه صافي. وغندير داك التمر ديال الزعفران من الفوق، خفوا دغيا الزربه ما خدناش بزاف ديال الوقت هاد الطاجين. شويه ديال الزعفران هكايا وغندير عليه، غادي نشعل عليه دابا يتقلى غير واحد شويه، غنستف داك الخضيره وغنطفي عليه ونغطيه ونخليه حتى نرجع ان شاء الله من الحمام عاد نشعل عليه. ودابا البنات ملي تقليت شويه داك الطاجين غادي نستف ديك الخضيره من الفوق. درت غير شويه ديال القرعه وندير شويه ديال الجلبانه عندي في الفريغو صافي بحال هكايا. اسرع طاجين اسرع طاجين هو هذا اللي كيقولك اسرع طاجين هو هذا في 2 دقائق تقريبا وجد الطاجين. البنات انا دايره الجلبانه في هادو كما كتشوفوا، دايرهم في هاد الطويصات هادو، كنشريهم غير بشي ما كاملاش 10 ريال وقيله الواحد شي 12 ريال ولا بحال هكايا الوحده. تندير فيهم باش فين مثلا احسن من ديك البلاستيكه كتبقى. المهم انا هاد الشيء اللي تندير الصراحه. صافي غادي ندير غير واحد شويه ديال الجبنه من الفوق، ما نديرش طاسه كامله صافي غنردها للفريزر صافي. وغنستف داك المطيشه من الفوق بحال هكا ماشا. وغندير شويه ديال الفلفله حمراء حتى هي من الفوق، وغندير شويه ديال الربيع مكرد صافي. غندير شويه ديال الماء، واحد الكاس ديال الماء وغنقلب. كنت غنطفي عليه دابا صافي غنطفي عليه رويت صافي. غنسد عليه حتى نرجع من الحمام عاد غادي نشعل عليه ان شاء الله. يلا بسلام عليكم البنات، تنتلاقاو من بعد الحمام. ودابا البنات من بعد ما رجعت من الحمام كما قلت لكم من قبل صراحه الطاجين طاب غير جيت شعلت عليه لقيته دغيا طاب ليا الصراحه بالزربه مع داك الدجاج كنت قليته من قبل. صافي ديك الخضيره طابت، تغدينا والحمد لله. صافي ارتحيت والحمد لله. حيت تبدا عليا داك الكوزينه، بقى غير الدار ان شاء الله بقى كتسناني التخمه ديال الدار مزيان. راك عارفين العطله كيفاش دازت. المهم راك شاركتوا معايا كلشي دقه 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 دقه. كنتمنى تكون العطله كلها عجباتكم وتكونوا دوزتوها حتى نتوما على خير وبخير، وتكونوا شفتوا الحباب كيف ما شفتهم وجاو عندكم الضياف كيما جاو عندنا الضياف. كما قلت من قبل راه الضياف راهم رزق كيجيبهم الله لينا، الحمد لله عليهم. واخا تنعياو الصراحه شي مرات ولا هذا ماشي مشكل، شويه ديال الصبر راه زوين. نقول لكم البنات بسلامه عليكم وفي روتين جديد ان شاء الله. صراحه اول ما تندير بحال هذا الروتين كنتمنى الروتين ديالي يعجبكم، وكنتمنى داكشي تندير الحمام حتى هو ديروه طبقوه. راه تبارك الله يكون الاغلبيه تيديروا نفس الطريقه. غير بالنسبه للشعر كيف ما قلت لكم باقي ان شاء الله غادي نعطي وصفات ديال الشعر اللي زعما يكونوا مفيدين بالنسبه للتساقط، حيت ما قلت من قبل انا عندي المشكل ديال التساقط بزاف. وكنقول لكم السلام عليكم البنات وشكرا لكم بزاف 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 حيت كتدعموني وكتشجعوني صراحه. انا غادا دقه غير بشويه
وكي هذا المجال تيبغي شويه ديال الصبر. انا راه باقا صابره والحمد لله. داكشي ديال لي زابوني راه ما كيتزادش كل نهار كتزادني ديك وحده ماشي مشكل، الدنيا هانيه اللهم لك الحمد. المهم حنا ملاهين راسنا ومحيدين داك تقوس التخمام اللي تيكون وداك المهم كتبدلي داك الروتين ديال الحياه ديال كاع كامل اللي كان عندك من قبل كيتبدل سبحان الله العظيم بهاد القضيه ديال القناه في اليوتيوب. صراحه فكره زوينه اللي عندها زعما صالح ليها انها ديرها وعندها الوقت وبامكانها ديرها وما عندهاش شي مشكل مع الزوج ديالها ولا مع شي حد اخر، غير توكل على الله وديرها. راه ماشي تسناي المقابل ديال شي حاجه اخرى، غير هي انك انت كتحسي براسك كديري شي حاجه في حياتك، كتحسي براسك بلا راكي مهمه متبوعه بزاف ديال الشغل من غير داكشي ديال الدار، روتين ديال الدار ديالنا. المهم كان في امتى ندير المونتاج، امتى هادي نحط الفيديو نشوف شكون اللي شافو، واش تزادوني لي زابوني. المهم حياتك كلها كتغير. وحتى داك التخمام اللي تيكون الانسان كيبقى يفكر علاش هذا قال لي، علاش هذا دار لي، ولا ما درتش ديك الحاجه ولا ما وصلتش ديك الحاجه، هذاك الشيء كله كيتحيد. صراحه راه نعمه والله العظيم. غير زعما نصيحه مني اللي بغات دير غير دير توكل على الله، غير هي ما ديرش بالها انها خصها دغيا غادي توصل. راه ان داك الشيء راه كيجي دقه دقه وبمحبه ديال الناس وبمحبه ديالكم. وكنتمنى ربي زعما نكون في حسن الظن ديالكم ونكون مقبوله عندكم، وتكون الابتسامه دائما وضحكوا ونشطوا. راه الحياه راه ما تستاهل منا حتى شي حاجه. وبسلامه عليكم البنات.